نهار اسود نهار اسود اصبري. لا ده كده عفاريت يا كارما كده حضروا. يا نهار اسود خدتش بالي منه. اجري اجري يا نهار اسود اجري يا كارما اجري. استنى ده بيتشنك. تحذير: لو انت بتخاف ما تتفرجش على الفيديو ده. قبل ما تبدا الفيديو ما تنساش تدوس لايك عشان بيساعد في انتشار الفيديو، واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان تتابع كل الاحداث الجايه. طبعا يا جماعه طبعا زي ما انتم شفتوا في الفيديو اللي فات، المسحرات الملعون جه عشان ينتقم مني علشان انا انتصرت على بنت الجوكر. واللي ما شافش الفيديوهات اللي فاتت اسيب لكم روابط الفيديوهات كلها تحت في الوصف. يا جدعان بالله عليكم كل يخش على القناه ويتفرج على الفيديوهات اللي فاتت، تلاقي لي فيديوهات مهمه جدا وانتم مش بتقدروني ولا بتعملوا لايك. يعني انا مش فاهم بقى يا كارما والله، الناس لا بتعمل لايك ولا بتعمل اشتراك ولا مهتميه بتعبنا واللي احنا شايفينه والمشاكل اللي احنا فيها دي. يا جدعان كل اللي بيشوف الفيديوهات دي يعمل لايك والاشتراك قبل اي حاجه. قبل اي حاجه. طبعا يا جماعه المسحرات الملعون جالي المره اللي فاتت عشان ينتقم مني وقعد يعمل طلاسم في الشقه وعمل حاجات غريبه. انا مش عارف اعمل ايه ولا تعبت وعمل مشاكل. ننتقم على الدكتور الملعون وزهقنا بجد. احنا عايزين ننتصر على المسحرات باي طريقه. طبعا يا جماعه انا رحت للشيخ بسبب الموضوع بتاع المره اللي فاتت ووريته المشكله دي في فيديوهاتنا. قال لي المشكله دي هتتحل، ده ساحر المسحراتي، ده ساحر مش زي بنت الجوكر. يعني ده ما ينفعش ننتصر عليه كده وخلاص. قلت له طب والحل ايه يا شيخ؟ قال لي المفروض ان انا هعمل لك ازازه ميه بملح القران، والمفروض ان انت اول ما يبقى قدامك، المفروض اول ما يبقى انت قدامك ترشها عليه وكده يبقى انت هتموته وهتقضي عليه. زي ما عملنا مع لا بنت الجوكر كانت حقنه وكانت الانتصار مش عارف دي من عند ربنا. فطبعا يا جماعه الموضوع معانا صعب جدا. يا ريت اللي بيشوف الفيديو يعمل لايك والاشتراك لان انا تعبت. انا طبعا معيش النهارده ما رضيتش اجيب بطه علشان لو في اي مشاكل او هو ظهر ما يبقاش معايا بطه. انا بحب معايا بطه مشاكل معيش غير كارما. فطبعا يا جماعه اللي معايا في الفيديو النهارده كارما. هيموتها. احنا مش قايل لبطه يا كارما اساسا ان انا جاي هنا. اوعي تقولي لها ان انا جيت. انا جاي السطح بصور انا وانتي من وراها. هي لو عرفت هتبقى هتزعل. تعالي بقى كده يا كارما. انا تعبت يا كارما. احنا كلنا بنعمل ده. سمعت الصوت اللي سمعته ده؟ الصوت جاي من جوه. بس يا كارما اهدي بقى كده علشان شكل المسحرات بيجي من اماكن غريبه. تعالي معلش. طب معلش تعالي بس بقى على الله. بص يا كارما احنا هنخش وبالرأي. يا نهار اسود يلا نشوف اللي جوه. مين اللي جوه؟ استنى كارما استنى. مين؟ ارجعي يا كارما ارجعي. اصبري بقى كده يا كارما. هفتح انا بالراحه. ايه ده بقى؟ مفيش حد. يعني ايه يا كارما؟ امال مين اللي كان بيخبط جوه؟ انا مش عارف. نهار اسود اصبري. لا ده كده عفاريت يا كارما كده حضروا. كده المسحرات دي حضروا. طب تعالي شوفوا ورا. تعالي شوفوا اللي هيكون ورا. اجري شوفي اللي هيكون ورا. اجري. اصبري مفيش حاجه. خدي يا كارما. طب تعالي خش. بس يا نهار اسود خدتش بالي منه. اجري تعالي خشي. اسكتي. انا قلت لك المسحرات. ده شايفنا يا كارما. شايفنا. اسكتي ده شايفنا. اهدي يا كارما اهدي. يا احمد انا مش عارف هو عاوز ايه. قلت لك شايفنا يا كارما. بقول لك ايه يا عم انت بعيد عننا بقى. اخرجي يا كارما. شوفي فيه. اخرجي. ايه ده؟ طب انت عايز ايه يا عم مننا؟
دي مالها؟ انا كلها محولة. صوت القطط؟ ده في صوت قطط يا جدعان انا بس مش شايف. ايه ده بس؟ هو انت مش عاوز تخلص مننا ابدا؟ احنا عاوزين نخلص عليك. اسكت يا كرمه، تعالي يا كرمه عشان ما تحولكيش زي البنت الجوكر. تعالي يا كرمه هنا واسكتي. انا خايفه يا احمد منه. هو انت عاوز ايه مننا؟ كرمه خلص علينا. كرمه خش يا كرمه، خش يا كرمه، خش يا كرمه. اقفلي اوعي، ادخلي. امسكي كده يا كرمه، صوريني ثانيه. طبعا يا جدعان نسيت اقول لكم على حاجه، ان لما رحت للشيخ قال لي ده انا هعمل لك الازازه، ويعني خلال كنت لسه رايح له قبل ما اصور الفيديو، قال لي ساعتين وتعالى لي. يعني انا المفروض كمان ساعتين اروح اجيب الازازه بتاعت الانتصار. يا رب يفضل موجود واروح اجيب الازازه واتصل عليه واخلص بقى. يا رب يا رب يا جماعه. يا كرمه نتصل. يا رب عاوزين ننتصر عليها وننتصر كمان على الدكتور الملعون في نفس الوقت. شوفوا بيعمل ايه. يا كرمه الحقي، ده مغمى عليه، نايم على الارض. استنى بسرعه. بس ما تطلعيش اصبري عشان ده ممكن يكون خدعه وعايزنا نخرج عشان يمسكني. ولا يا حلو انا هخرج، خليك انت هنا. طب مش ليه؟ عاوزاك يحصل لك حاجه يا احمد. يا كرمه ما انت هادي برضه. خليك انت هنا. اصبري بس، خلينا انا هنا. ايه اصبري. يا نهار اسود، اجري يا كرمه اجري. قلت لك ابعدي، قلت لك هيمسكك. قلت لك دي خدعه منه، انت ما صدقتنيش. يا احمد ما ان شاء الله ما كانش حاصل حاجه. اسمعي الكلام يا كرمه بالله عليكم ما تنساش. لا يا احمد انا خايفه عليك بس. وانا خايف عليكي برضه. انا كبير هعرف اتصرف، انت مش قادره تتصرفي. حركه زي دي كان زمانه موتك. هو انا عارفه حركاته وعارفاه. بس يا كرمه بعيدي عنه الله يخليك. مش نفس ازاي؟ في يا كرمه، في يا نفس ايه؟ ازاي يعني ما فيهوش نفس؟ استنى ده بيتشنج. يا نهار اسود. بعد يا كرمه، ده بيتشنج. طب والحل ايه؟ ارجعي يا كرمه. مش عارف. طب ايه ده؟ بص ايده يا احمد. مالها؟ هو مالها فينا كده ليه؟ طب ارجعي يا كرمه، ارجعي. استنى بص. ايه ده؟ هو مات ولا ايه؟ ما ماتش يا احمد، لسه عايش. بص ايده برضه ثابته ما تقعش. طب هنعمل ايه يا ست كرمه في المصيبه دي؟ تعالوا نخش جوه. هنعمل ايه؟ تعالي نجري يا كرمه. انا خايف. تعالي نقعد هنا. بس اقفلي باب السلك اللي هيقتحم علينا. لا ليه في الباب هتتقفل؟ اقفلي. يعني يا كرمه المفروض نعمل ايه؟ انا يا جماعه مش فاهم اي حاجه، والمفروض ان انا اخد خطوه ازاي؟ يعني حتى انا مستني رساله على الواتس من الشيخ، والشيخ ما بعتش اي حاجه. المفروض ان انا مستني رساله من الشيخ وهو ما بعتليش اي حاجه. مش عارفه ايه يا كرمه؟ المفروض نعمل ايه؟ تعالي نشوفه كده يا كرمه، كده نشوفه بسرعه. كده هيكون موجود زي ما هو. اكيد يعني حاجه مش هتكتب. مش عارف. طب دي ايه؟ طب دي فرصتنا، خلي بالك والله محتاجين البتاع علشان نتصل عليه. يعني انا مش فاهم يا كرمه، دي فرصتنا ان احنا نتصل عليه. والله لا نربطك على الكرسي ده هنربطه عليه وهننتصر عليك يا مسحراتي، وهتشوف اللي هيحصل لك. هتشوف اللي هيحصل لك. انا مش فاهم حاجه يا كرمه. انا مش فاهم اي حاجه يا جدعان. والله انا تعبان يا جدعان. بالله عليكم في الفيديوهات دي ما تنسوش اللايك والاشتراك. ما تنسوش بالله عليكم يا جماعه اللايك والاشتراك، لان اللايك والاشتراك بيساعد في انتشار الفيديو وبيساعدنا. احمد في رساله جت من الشيخ. ايه الرساله دي؟ شيخ؟ بيقول اللي هو جاب الميه بالملح. ايه ده؟ استني كده شوف. استنى يا جدعان. يا نهار اسود، الشيخ بيقول ان انا لقيت الازازه ويلا تعالى خدها. قلت لك وانت مش مصدقني. يا نهار اسود، هو يا فين؟ اسمعني، المساعدات اختفى. يا جدعان انت ازاي